السلام عليكم. من بعد قرار مجلس الأمن الأخير حول الصحراء واعتماد الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل المشكل، لا أكيد أن الجزائر والبوليزاريو تلقوا ضربة قاضية، والتحول الأهم هو كيفاش ولا العالم كيتعاطى مع الصحراء المغربية. شفنا كيفاش دول بحال فرنسا، إسبانيا، كذلك بريطانيا وأمريكا ودول مجلس التعاون الخليجي كلهم رحبوا بالقرار وأكدوا على مواقفهم السابقة الداعمة لمغربية الصحراء. لكن الجديد ماشي هو هذا، بل مع الدول الأخرى اللي كانت دائما كتعطينا ضبابية في مواقفها. بلجيكا قبل أيام حسمت موقفها بشكل كلي وأعلنت اعترافها بمغربية الصحراء، بل يوم أمس أعلنت أن قنصليتها في المغرب كدير مهام كتشمل حتى الصحراء المغربية، وبأن سفيرها غيقوم في القريب العاجل بزيارة لمدن العيون والداخلة. كذلك هذا اليوم مملكة هولندا كتعلن قرار تاريخي باعترافها بمغربية الصحراء، وبأنها كتعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الواقعي والأساس الحقيقي لحل هذا المشكل. مثل هاد الدول حتى الوقت قريب كانوا ضبابيين ودبلوماسيتهم ما كانتش واضحة في معاملتها معنا، لكن من بعد قرار مجلس الأمن خدينا غطاء سياسي مضمون، وما بقى حتى عذر لأي بلد في أنه يعادي وحدتنا الترابية، بل حتى من الشركات الغربية صبح الطريق مفتوح ليها باش تستمر في جنوبنا. وبالنسبة للجارة ومشروعها الانفصالي فنقدر نقول لكم بكل ثقة أنه وصل لنهايته، والنقاش الحقيقي اللي خاصهم يفكروا فيه من هنا للفوق هو فين غادي ينقلوا التعداد البشري الهائل المتواجد في تندوف. وكنتكلم هنا على الآلاف من الفئة اللي ما عندهم حتى صلة أو قرابة بالصحراء المغربية، بل تم جمعهم من مالي وتشاد وبوركينا فاسو وغيرهم من البلدان المجاورة. تحياتي.